خوتي شاولا هذا غير دروك المغرب كانت خاسره 1-0 نجي نلقاها ربحت كادر. فهمت انا هذا المغرب وين غادي نشوفهم خاسرين انا وين صاي دوك صاي كنت نبغي نشوفهم يربحوا دوك راني باغي نشوفهم يخسروا. صاي وصلتوا لهنا صاي زعما ولا لا خوتي انا على بالي بلي المغرب غتربح هايتي. هذه هايتي هذه ديجا المغرب ماشي غير تربح هايتي ديجا دارتني مع بريزيل كاليفيت ب7 بوان. عندك كي داير مجموعه اخويا مجموعه ويلعبوا حراره ويلعبوا على القلب يلعبوا على العلام. منتخب كيما هذا يستاهل يروح بعيد. رانا نهضروا في لا فيريتي حاجه والعاطفه وندخل العاطفه وندخل المغرب منا هذه حاجه واحده اخرى. الحقيقه هي المغرب تروح بعيد في هذه الدوره اكثر من بالك الدوره اللي فاتت تاع 2020 وزيد عندهم ايكيب يلعبوا حراره يلعبوا على العالم عندهم اسماوات عندهم مدرب بدلوا مدرب قبل الكوب دي موند بيامات الله يبارك. صافي بليزير خويا مجموعه يا خوتي المغرب بصحتكم الفوز بصحتكم منتخب كيما هذا. واش بغي نقول لك نتمنى يكون عندي منتخب الجزائر تاعنا يكون كيما هكا. هذه هي اي جزائري يعرف بوره على باله بهذه الحاجه يتمنى يشوف منتخبه كيما هكا. والنيمار عوده نيمار كره القدم تنتصر 1 2 3 في فوالا اسمها. قلت لكم تربحوا ولا ما قلت لكمش تربحوا المغاربه؟ انا نحس انا قلبي يحس لا غالب. هذه ربحوا بغيت نعطيهم ما صدقتش والله ما صدقت كاع بدل الكلام ما صدقتش. ما فاتتش هاد الخطره ما فاتتش. بالك الماتش الجاي تفوت. ميسين ماكش مشارجي غايه مشارجي غير تما لكن شارجي 100%. المهم مغاربه كلشي مبروك عليكم التاهل تستاهلوا عندكم ايكيب توكتو تاهلوا بها وتيقوا توصلوا بها للنهائي لا فينال كوب دي موند عادي. راكم كلاسين 5 عالميا قلت لكم عالميين حاجه فور هذه تعقول لا هايتي زعما هايتي مساكين داروا اللي عليهم بصح قلاوهم مغاربه قلاوهم بوزيسيون قلاوهم كلش زعما كانوا قادرين يكملوا معاهم ديريكت ولاو يراطوا بزاف مغاربه. ابراهيم ديازك خاري على روحك اليوم ولا مالك؟ حكيمي الشيخ رحيمي هذاك صاي خدم الاخر تاعه معاك يسموه ملي كان مع قطر هو كيلعب. المهم يحصلها المغاربه يحصلها مبروك عليكم التاهل. المغرب والفوز رقم 40 أكبر سلسلة لا خسارة في كل منتخبات العالم يحطم الأرقام. فخر العرب أصبح منتخب مرعب. أسود وأطلس صاروا مرعبين أكثر من فرنسا والأرجنتين والبرازيل والبرتغال. إنهم يا سادة أسود وأطلس فخر العرب اليوم بقيادة سفيان رحيمي ابن العين وكل اللاعبين الذين تألقوا وتعملقوا وتفننوا بجدارة. المغرب يكتب فصلا جديدا ولكن هالمرة شفنا المباراة احترم فريق هايتي مثل هولندا مثل اسبانيا مثل اي منتخب. يعني مين ما كان المنتخب المغربي يعني يفرض الحضور الاحترام للمنافس. توقع اي شيء لعبت مع القمة البرازيل ولعبت مع هايتي الغير متوقع. الكل في جاهزية. منتخب المغرب نحو إن شاء الله مفاجأة قوية يا رب قولوا آمين. حقق المفاجأة ويصل للنهائي. كنا آمال وفخورين في المغرب وديما مغرب. منتخب المغرب ينتصر على هايتي 4-2 يا معلم. لا يوجد منتخب عربي يتأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم تاريخيا أكثر من منتخب المغرب. والله ما شاء الله تبارك الله يا شيخ. لما يكون عندك رغبة وجرينتا وروح وعزيمة وإصرار في الملعب تجيبها مرجلك طرب كده. يا ناس أشرف حكيمي أخذ رجل المباراة والله يستاهل مجهودات فردية ما شاء الله. يا ناس والله حكيمي ظهير متكامل ما شاء الله تبارك الله والكمال لله ونعمة بالله. ظهير ما شاء الله حكيمي. وأزيدكم من الشعر منتخب المغرب ثاني منتخب أفريقي في التاريخ سجل 4 أهداف بمباراة واحدة بكأس العالم يا معلم بعد الجزائر ضد كوريا الجنوبية في يونيو 2014. يونيو هو ولا يونيو ما أدري. المهم مشوها يا جماعة الخير. لا تنسوا اللايك والفولو يا جماعة الخير. نقفل 200,000. أحبكم والله مرعبين
اقسم بالله منتخب المغرب منتخب مرعب. المنتخب المغربي ينهي مشواره في دور المجموعات وبيقضي على امال منتخب هايتي في تحقيق اي حاجه ايجابيه في بطوله كاس العالم، وبيفوز عليه 4-2 في مباراه المنتخب المغربي عمل جيم كبير قوي، وعلى الرغم ان حظه وحش وعلى الرغم ان هو مضيع اكتر من هدف قدر يكسب منتخب هايتي بنتيجه كبيره. والنتيجه دي نتيجه خادعه، لان منتخب المغرب النهارده كان ممكن يعمل ريكورد تاريخي يوصل لل6 ويوصل لل7. الناحيه الثانيه منتخب البرازيل بيفوز على منتخب اسكتلندا 3-0 عشان يحسم صداره المجموعه. الاحصائيات بتوع الماتشين بيثبتوا ان الماتشين كانوا افتراء. منتخب البرازيل افترى على المنتخب الاسكتلندي، لان دي احصائيات ماتش البرازيل واسكتلندا. اكس جي بتاع منتخب البرازيل كان 4.39، يعني منتخب البرازيل كان من المفترض انه يسجل 4-5 اهداف، صنع 6 فرص خطيره، شاط 20 شوطه، حارس اسكتلندا عامل 5 سيف. لكن بعيدا عن نتيجه اللقاء، لان النتيجه دي طبيعيه جدا، طبيعي ان المنتخب البرازيلي يفتري على المنتخب الاسكتلندي. ولكن اللقطه الابرز في المباراه هو مشاركه نيمار جونيور اللي كارلو انشيلوتي دفع بيه النهارده في اخر دقائق اللقاء عشان ياخد تحيه الجمهور، وتفاعل معاه بشكل كبير كل الجماهير اللي كانت موجوده في الملعب، وفرحوا جدا لمشاركه نيمار في بطوله كاس العالم 2026. نرجع بقى للي يخصنا، نرجع لمنتخب المغرب اللي النهارده زي ما بقول لك عمل مباراه كبيره قوي على منتخب هايتي. منتخب هايتي اللي كان مفاجاه في بدايه الماتش قدر يسجل في المنتخب المغربي هدف وقدر يسجل الثاني. المنتخب المغربي قابله سوء حظ كبير جدا في انهاء الهجمات، احصائيات هي اللي بتقول كده. منتخب المغرب النهارده صانع 4 فرص خطيره، شايط 22 شوطه على المرمى. حارس منتخب هايتي عامل 8 سيف، 8 تسديدات كانت بين ال3 خشبات. يعني منتخب المغرب افترى النهارده على منتخب هايتي. كده تكون المجموعه دي انتهت تماما. بعد انتهاء ال3 ماتشات في الجوله الثالثه من المجموعه الثالثه، منتخب البرازيل في صداره المجموعه ب7 نقاط، منتخب المغرب في المركز الثاني ب7 نقاط، ولكن منتخب البرازيل يتفوق على المنتخب المغربي بفارق الاهداف، لان المباراه اللي جمعت المنتخب المغربي بالمنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل الايجابي. فالبرازيل الى دور ال32 بشكل رسمي كمتصدر للمجموعه، المغرب الى دور ال32 بشكل رسمي كوصيف للمجموعه. يفضل بقى منتخب اسكتلندا متعلق بال3 نقط اللي هو قدر يجمعهم في المجموعه دي، ولسه ما صعدش لدور ال32 لانه لسه هينتظر انه يبص على كل المجموعات ويشوف توالت المجموعات. وده اللي يخلينا ننقل عشان نبص ونعرف هو منتخب المغرب بعد ما صعد من المجموعه دي في المركز الثاني هيلاعب مين. حرب اهليه واحده هتكون من اقوى ماتشات دور ال32، المباراه اللي هتجمع منتخب المغرب مع المنتخب الياباني. المنتخب المغرب بعد ما صعد تاني من المجموعه هيلاعب تاني مجموعه هولندا واليابان والسويد وتونس. هولندا هتقدر تكسب تونس بكل سهوله، واليابان هتقدر تكسب السويد بكل سهوله. مجموعه تنتهي اليابان في المركز الثاني عشان تتحدد مباراه انا بقول لك هتكون من اقوى ماتشات كاس العالم. واجهه صعبه جدا، فرقتين جامدين قوي. المنتخب الياباني اقوى منتخب اسيوي، والمنتخب المغربي في الوقت الحالي هو واحد من اقوى ان لم يكن اقوى منتخب افريقي. المنتخب المغربي حظه وحش قوي في فكره المسار بتاعه في بطوله كاس العالم، انه منين ما يصعد من المجموعه يخبط في منتخب جامد